رضا. الو. اتفضل يا رضا. مساء الخير يا كابتن. مساء النور يا رضا، اتفضل. دلوقتي انا عايز اسال سيادتك سؤال. اتفضل. طب انت عندك شك ان اساسا يعني اخلاق لعيبه النادي الاهلي يفرقوا كتير قوي 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 عن اخلاق لعيبه نادي الزمالك؟ اللي قول لي ايه، قول لي وجهه نظر، يعني ايه اخلاق؟ اخلاق يعني مثلا عمرك سمعت لعيب في نادي الاهلي مسك سكينه ضرب بيها لعيب؟ متهيألي انت دي لو كنت سمعتها في نادي الاهلي كنت قعدت تطبل عليها سنه سنتين، ولادي لعيبه الاهلي بتمسك سكاكين لبعض ويضربوا بعض ويعملوا بعض ويسووا بعض. ما هو اللعيب مشي اعتقد من الزمالك حازم. يا كابتن مش اعاره. طب هو ثاني بس، حسام غالي ما بيغلطش خالص؟ حسام غالي؟ حسام غالي ده الكاوتش بتاعه فوق الدماغ. لا ما هو النهارده اي لعيب، النهارده القرار اللي خده المستشار مرتضى منصور ان هو طلع حازم اعاره او كده او مش وجوده في النادي. طب انت بتتكلم وقبل كده شيكابالا خرج برضه، وقبل كده شيكابالا. طب ما حسام غالي ده انت يعني ده يعني الواحد لا انا بقول حاجه، بص يا جماعه، بص يا جماعه، انا بس فكره يا جماعه، فكره ان في اخلاق مربوطه بنادي واخلاق مش مربوطه بنادي. لا، الاخلاق مربوطه بالشخص نفسه، تربيته، يعني تربيته، اصله بيته. يعني ممكن تامر يلعب في الاهلي او يلعب في الزمالك، هو تربيته كده، شخصيته كده. في لعيب بيخرج عن النص سواء بيلعب في الاهلي او سواء بيلعب في الزمالك. حسام غالي شخصيه محترمه جدا 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 بره الملعب، لكن هو نرفوز وعصبي وممكن يخرج عن النص على الهواء. نفس القصه شيكابالا، نرفوز وعصبي داخل الملعب في اوقات كتيره جدا. في غيره هادي جدا، محمد عبد الشافي مثلا ما تسمعش صوته مثلا، يعني في صبري رحيل ما تسمعش صوته. يبقى الاخلاق ليست مرتبطه بنادي، الاخلاق مرتبطه بالشخص، باصله، بتربيته، باسلوبه، بطريقته. اي مشكله هو وارد. ممكن في نظام نادي ماشي، اقول لك ماشي، في نظام لنادي، لكن اخلاق لعيبه مش مرتبطه بوجودك في نادي معين يعني.